صباح الفل. طبعا كلنا عارفين إصابة إمام عاشور امبارح، خلع في الكتف، هياخد له حوالي شهرين ثلاثة علشان الفسدة اللي في مصر مسؤولين عن الرياضة يرتاحوا. ناشئ الترجي في تونس، الاتحاد التونسي ريح لاعبته عشان ربع النهائي في دوري الأبطال، واحنا هلكنا لاعيبة الأهلي. أبو صلاح يلعب بمزاجه ويجي بمزاجه ويروح بمزاجه. وزير الشباب والرياضة بيأمر محمد صلاح يلعب براحته وما يجيش يلعب براحته، واحنا كلنا خدامين ابو صلاح ده اللي ماشي مين في مصر. كل المسؤولين عن الرياضة في مصر دول فسدة، كلكم فسدة. خلي الفسدة ترتاح، ورضي العطار وجمال علام وكل المسؤولين عن الرياضة. اديها حسان امام عاشور اتصاب، حسين الشحات مصاب، والستة التانيين قبل ما يروحوا تنزانيا حسام حسن هيخلص عليهم. كلكم فسده، مفيش رياضة في مصر، هو الأهلي اللي رافع راسكم. اللاعب يروح منتخب مصر في الأهلي يجي يتدمر، يجي مصاب. الشناوي لسه مرجعش، أحمد نبيل كوكا لسه مرجعش، واديه إمام عاشور اهوت 4 شهور، وحسين الشحات يا أقل ما يرجع ولا ما يرجعش. يا فسده يا فسده. حتى التغيير اللي عمله، نزل أكرم توفيق والستة هم نزلوا في الملعب. كلكم فسدة، مفيش رياضة في مصر، هو الأهلي اللي رفع راسكم. وربنا يستر على الستة الفاضلين عشان هيسافروا تنزانيا كمان يوم 27. محمد صلاح يلعب براحته. سلامة فسدة.